مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم ومصر على الهواء من قناه صوت الشعب. فقرتنا النهارده بنتكلم فيها على الاستعدادات الالكترونيه للانتخابات البرلمانيه القادمه. كلنا كمصريين نترقب الاستحقاق الثالث من خارطه الطريق، الا وهو الانتخابات البرلمانيه القادمه لانتخاب مجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات المصريين. مجلس النواب القادم هو زي ما بيقول كل الناس هو أخطر مجلس نواب في المرحلة القادمة، نظرا لما تتعرض له البلاد من إرهاب أسود، ويعني محتاجين مجموعة قوانين كثيرة جدا في الاستثمار وفي كل حاجة يعني، وكمان مجموعة قوانين نطبق فيها ونفعل فيها دستور 2014 اللي تم الاستفتاء عليه من جموع الشعب المصري. شرفني أن يكون معي في هذه الفقرة من مصر على الهواء المهندس طارق سعد، مستشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية وعضو بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات. منورنا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. هبدأ الأول، يعني علاقة الوزارة باللجنة العليا للانتخابات، وزارة التخطيط باللجنة العليا للانتخابات. هو الحقيقه يعني طبعا العلاقه وثيقه من اول انتخابات بعد الثوره في 2011، من اول الاستفتاء حتى ب 19 مارس التعديل على الدستور. الانتخابات الامانه العامه للجنه العليا للانتخابات بتضم ما بينها فنيين. احنا بنقوم بالدور الفني للجنه العليا للانتخابات، وده على مدار اللجان اللي فاتت ولجنه الانتخابات الرئاسيه شرفنا ان احنا تعاملنا مع جميع اللجان. بنقوم بالدور الفني وفقا للضوابط والحدود التي بيقرها القانون والتي يقرها قرارات اللجنه واعضاء اللجنه. الدور الفني ده في نقاط كده هو ايه؟ بتقوموا بالدور الفني في مثلا في، يعني انا شايف قاعده بيانات الناخبين وامور اخرى، يا ريت بس نستعرضها مع حضرتك. هو لو قسمناهم الاول محورين كبار، محور بتاع قاعده بيانات الناخبين وتوزيع الناخبين، والمحور الثاني التواصل مع المواطنين. المواطنين دول ممكن يبقوا ناخبين، ممكن يبقوا مرشحين، ممكن يبقوا اعلاميين، ممكن يبقوا متابعين. التواصل معهم هنا بمعنى الكترونيا إيه؟ بقى بمعنى ان انا عندي موقع بتاع اللجنه العليا للانتخابات بيستقي كل تعليماته وبياناته من اللجنه العليا للانتخابات. الموقع ده منقسم مجموعه اجزاء، جزء بيتكلم عن اللجنه وقرارات اللجنه اول باول بينشرها والبيانات العلميه. طب ممكن الموقع بس عشان برضو الساده المشاهدين اللي حابين يتواصلوا مع هذا الموقع، على اعتبار ان هو هام جدا في التعريف بخطوات الانتخابات البرلمانيه القادمه، وكيف يمكن لاي مواطن ان يعني يستدل على سواء لجنته او كيفيه المشاركه. تمام. www elections Egypt. اوكي. طيب الزملاء معايا www.elections.eg. اوكي اتفضل. الموقع ده منقسم كذا جزء. جزء اللجنه وقرارات اللجنه والبيانات الاعلاميه للجنه وتشكيلها واختصاصاتها، وجزء بيتكلم عن القوانين ذات العلاقه بالانتخابات، الدستور، قانون 45 اللي هو بتاع تنظيم مباشره الحقوق السياسيه، قانون 46 مجلس النواب، قانون 202 تقسيم الدوائر. جزء بيتكلم عن شويه تعريفات انتخابيه، يعني ايه لجنه، يعني ايه انتخابات محليه، يعني ايه انتخابات رئاسه. جزء بقى بيتعامل مع المواطن للاستعلام اللي حضرتك ذكرته. الاستعلام ده تم على كذا مرحله. المرحله الاولى قبل ما تحدد الدوائر انا بستعلم انا ليا حق التصويت ولا لا. المرحله الثانيه بعد ما ظهرت الدوائر انا بستعلم ليا حق التصويت ولا لا، ودايره الفردي بتاعتي فين ودايره القوائم فين. تمام. المرحله الثالثه لما يتم التوزيع عن اللجان بقول برضو رقم القومي بيقول لي انا ليا حق التصويت في الدايره الفلانيه في اللجنه الفلانيه، رقمي في الكشف الفلاني. تمام. الجزئيه اللي بتتكلم عليها حضرتك دي جزئيه ارشاديه وتعريفيه. تمام. بمهام اللجنه وكيفيه التواصل معها. هاجي لجزء هام جدا وهو مكمل للعمليه الانتخابيه، وكنا كلنا كمصريين عندنا يعني علامات استفهام كثيره فيما يختص بقاعده البيانات للناخبين، اللي بنسمع ان يعني الناس اللي من القبور بيصحوا يروحوا يدلوا باصواتهم ويرجعوا تاني، او الخارجين او يعني اللي خارج الدوله. عايزين نطمن المواطن المصري، خاصه
أن نسبة المشاركة في أي استحقاق بعد ثورة 25 يناير إلى الآن هي نسبة كبيرة وتعبر عن وعي كبير للشعب المصري. عايزين نطمن الناس على السلبية ديت، خاصة أنها كانت سلبية يشوبها الكثير من العوار. طيب طبعا أنا سعيد جدا بحضرتك تطرقت لهذا الجزء. قاعدة بيانات الناخبين أو اللجنة، في لجنة دائمة لتحديث وقيد قاعدة بيانات الناخبين بيرأسها مستشار جليل. هذه القاعدة مسؤولة عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها. مصادر هذه القاعدة كلها مصادر خارجية، يعني هذه اللجنة تتلقى وزارة إيه؟ الداخلية تقريبا. بالظبط كده، تتلقى بناء على القانون. مادة 14 بتقول يقيد تلقائيا في قاعدة بيانات كل من الناخبين بلغ من العمر بالظبط من له حق الانتخاب ولم يلحق به منها. هذه اللجنة مسؤوليتها انها تشوف مين 18 سنة تقريبا. 18 سنة فندم، 18 سنة ومصري وعنده بطاقة رقم قومي. ده الطبيعي. بعد كده الاستثناء بقى او اللي بيخرج اللي اكتسب جنسية وما مرش عليه 5 سنوات، اللي عليه احكام، اللي فيه بعض الاوضاع الصحية زي الحجر مثلا، اللي معفي زي ضباط الجيش والشرطة، دول بيخرجوا من هذه القاعدة. اللي أنا عايز أكد عليه إن هذه القاعدة ليست مصدر، هي بتستقي بياناتها من الجهات المختلفة. يعني كلام حضرتك إن اللجنة تتلقى طبعا من جهات مسؤولة بالزبط. أصلا إما عن تسجيل هذه البيانات أو حذفها أو اللي أنا أطمن حضرتك عليه إن هذا التسجيل والحذف والتحديث بيتم بكل دقة وبإشراف قضائي من اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الدائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين. الحاجة الثانية إن قانون برضو مباشر أو تنظيم مباشر الحقوق السياسية، قانون 45 بيقول إن إثبات الشخصية ببطاقة الرقم القومي أو الجواز السفر اللي فيه الرقم القومي. فحتى المتوفى اللي سقط سهوا في القاعدة مش هيقدر يروح ينتخب، بعكس ما كان بيحصل قبل كده. تمام. باشمهندس، خلينا نتكلم في جزئيه التواصل الالكتروني هنا. يعني بيتكلم مع طبقه معينه لها ثقافه وجزء من التعليم يعني، ولكن الاغلبيه من المواطنين اللي يحبوا يتواصلوا يعرفوا يعملوا ايه؟ الحقيقه التواصل الالكتروني لا يعني فقط الموقع بتاع الانترنت، ده احد وسائل التواصل. في رسائل المحمول اللي تقريبا كل الناس بتعرف تعملها، وفي كمان اللي ما يعرفش ده ولا ده ممكن يكلم الكول سنتر، مركز اتصال، يقول الرقم القومي كذا، يقول له انت بمقابل ولا مجاني؟ بالمقابل العادي اللي هو بتاع الشركه المصريه للاتصالات. ليه ما يبقاش مجاني يا معايا يا باشمهندس؟ والله يعني هي طبعا القصه دي اللجنه ده الموقع يا فندم؟ ايوه يا فندم بالظبط. تمام. هي دي اول شاشه بتظهر، لان احنا اهم حاجه عايزين نبرزها للمواطن، ان نتعرف على حقك في الانتخاب. لما يكتب رقم قومي، يعني حضرتك لو جربت دلوقتي رقم قومي هيقول لك ليه حق الانتخاب ولا لا، ودايره الفردي بتاعته فين. يعني اي حد من الزملاء اللي موجودين دلوقتي لو كتب رقم القومي دلوقتي يطلع اسمه واللجنه بتاعته فين؟ لا، هيطلع انه ليه حق الانتخاب ولا لا، وليه والدايره اللي بينتمي ليها، لان توزيع اللجان لسه لم يتم. تمام. انما دلوقتي مثلا انا هيطلع العجوزه، في دايره فرد اسمها العجوزه، في بقى اول وثاني وكذا، وفي دايره بتاعت مرحله ثانيه لهذا الموقع هيبقى معروف لجنته فين ورقمه كذا. طبعا بعد ما المسائل تنتهي يعني. بعد المسائل تنتهي. تمام. يبقى ده يعني الموقع الالكتروني انتخابات مصر او اللجنه العليا للانتخابات. لو حضرتك حابب تجرب ممكن تاخد. ما انا بسال للزملاء بره، ممكن اي زميل او زميله يحط رقمه القومي ونعرف هو انتخاباته فين. www.election.egypt. اوكي دكتور، نتكلم في مساله يعني اكيد يعني التجربه مع كل انتخابات بتظهر بعض السلبيات اللي دايما المسؤولين بيعملوا على ان هي يعني نتلافاها في انتخابات اخرى او استحقاقات اخرى حتى تكون النتائج معبرة بشكل كبير عن إرادة المصريين. ايه الجديد في انتخابات مجلس النواب، وما هي السلبيات التي يعني رأيتموها في الفترة الماضية وان شاء الله مش هنشوفها في الانتخابات؟ هو الحقيقه يعني جزء من السلبيات اللي حضرتك حابب تعرفها الجزء بتاع التوعيه. يعني احنا مثلا عرض قاعده بيانات الناخبين بحكم القانون
بتعرض قاعده بيانات الناخبين لمراجعتها. مين اللي يراجعها؟ كل المواطنين. فبتعرض قاعده بيانات الناخبين، لازم المواطنين يخش ويتاكد من هو اسمه صح وبيانه صح وان هو موجود. الكلام ده مثلا اتعمل مع كل الاستحقاقات الانتخابيه. الموضوع ده بيتقفل وقت صدور قرار دعوه الناخبين، اللي هو في حالتنا دلوقتي 8 يناير. تمام. بعد كده مفيش حاجه تتعدل الا بحكم قضائي او وفيات. الجزء بتاع التوعيه ده مهم جدا. يعني انا شايف ان احنا في الجزء بتاع اعداد قاعده بيانات الناخبين وتوزيع الناخبين، قد يكون في توزيع الناخبين ناس بتشتكي مكان بعيد مكان قريب، ده كله ليه علاقه بالكثافات وليه علاقه واحنا بنتكلم على الكثافات باشمهندس يعني جبت لي جزئيه هامه جدا. يعني مش عارف، قبل كده قلنا مثلا ان لو في لجنه فيها مثلا 8 صناديق او 8 اقتراع مقسمين على الف وب، 4 هنا و4 هنا، ليه ما نزودش عدد اللجان او عدد الصناديق؟ يعني عدد اللجان يقول لك في ازمه في المستشارين، طب ما بدل ما يبقى في 4 صناديق يبقى في 8 كده، لان الكثافه والمشاركه يعني بقت واضحه قوي. يعني هو دي على فكره احد الحاجات اللي رعيت يمكن من اول الانتخابات اللي فاتت، ان ممكن يبقى في اكتر من كشف واكتر من صندوق وكلهم بيصبوا تحت صندوق واحد، تحت قضاء. اشراف قضائي واحد وبصندوق واحد، بس اكتر من كشف، لان هي المشكله بتبقى في التعرف على الناخب وهو بيوقع. تمام. طيب اجي الجزئيه، يعني هذا ما يخص الداخل المصري، توعيه، تواصل، يمكن الموقع كمان للخارج برضو. طيب الخارج خاصه برضو نفس الشكل، هناك كثافه، هناك مشاركه يعني كل المصريين الموجودين في الخارج، وده صوره هامه ليتعرف الجميع ان مصر تغيرت، وان هناك يعني اجماع شعبي او هناك مشاركه شعبيه سواء في الداخل او الخارج. التيسيرات التي قدمت للمصريين في الخارج، هو جزء كبير من التيسيرات يمكن شفناه برضو في الانتخابات الرئاسيه، ان ابتدى نعتمد على الرقم القومي وعلى الحاسبات الآلية في التعرف على حقية المواطن في التصويت، لان دي سهلت جدا ان احنا نعرف المواطن ده ليه حق التصويت ولا لا. الجزء الانتقال من ان هو كان قبل كده لازم يسجل، اللي هو ما بقاش يسجل وبقى بيجي بنفسه، اتاح لكثير من المصريين اللي ما كانوش بيسجلوا على الموقع ان هم يروحوا ويصوتوا. كل ده الحقيقه جزء كبير قوي من التيسيرات، القرارات بتاعه اللجنه العليا، زائد المجهود اللي بتعمله الحقيقه وزاره الخارجيه من خلال السفارات والقنصليات، لان في سفارات العدد فيها زي السفارات الدول العربيه، السعوديه والكويت والامارات وقطر كتير. فجزء كبير قوي من اللي بيتعمل بتيسروا القنصليات من حيث والسفارات، من حيث المكان ومن حيث عدد الصناديق ومن حيث المشرفين. باشمهندس، اللجنه هل هي يعني معنيه بالانتخابات البرلمانيه في صوره مثلا الدعايه الانتخابيه، خاصه ان هناك يعني سقف للدعايه الانتخابيه في المرحله الاولى او في الاعاده اذا حدثت اعاده؟ انتوا لكم دور في المساله دي؟ الحقيقه هي اللجنه ليها دور، بس انا شخصيا والمجموعه اللي بتعمل معي دورنا في الجزء الفني فقط. الجزء بتاع الدعايه والضوابط ده جزء قضائي خاص باللجنه العليا طبعا للانتخابات، لان الامانه العامه منقسمه مجموعه لجان فرعيه. الجزء الفني يعني انا متداخل فيه شويه. يعني انتوا معنيين بالجزء الفني اكثر من الجزء الدعائي. طب خلينا ننتقل برضو الى جزئيه خاصه، وحضرتك موجود معانا ومشرفنا، التنميه الاداريه. مساله يعني دائما بطء الخدمات للمواطن المصري العادي، احساس المواطن المصري العادي بعدم التغيير، وبتكلم هنا على المواطن العادي اللي كل يوم ليه مصلحه، سواء كان في جهه حكوميه خاصه مثلا كهرباء، ميه، ضرائب، تامينات. الوضع لسه زي ما هو. كل ما نسال حد محترم زي حضرتك اقول الحل في ميكنه الخدمات او الحكومه الالكترونيه. الموضوع ده بنسمعه من كتير قوي. يعني امتى هتتم مرحله التقدم في هذه الفكره، خاصه ان في مشاكل؟ يعني هو الحقيقه الحل في مجموعه، يعني في مجموعه من الاجراءات
جزء منها مكانه الخدمات، انما كمان في خطه اصلاح اداري حطتها وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري عشان تقول احنا عايزين نعمل ايه. نقاطها ايه الخطه دي يا فندم؟ الخطه دي بتتكلم عن كذا محور. اول حاجه تنميه القدره البشريه جوه الجهاز الاداري، تطوير الجهاز الاداري، القانون، اقتراح قانون الخدمه المدنيه الجديد، لان برضو القانون القديم كان الكلام على، اسمح لي، الكلام ده جميل. تنميه القدره البشريه ورفع كفاءه الجهاز الاداري، ازاي يتم على الارض؟ بخصوص القانون حاليا وفق في مجلس الوزراء وعرض على مجلس الدوله، يعني ده ماشي الاجراءات، لان القانون جزء من المساءله والمحاسبه وتحسين دور الموظف المصري. تنميه القدرات ده تدريب وتقييم جيد عشان اقدر اشوف مين محتاج ايه، وفي نفس الوقت نوع من المساءله والتقييم الجيد ده بيخليني اكتشف الكفاءات. ده الجزء الثاني بتاع ميكنه الخدمات. ميكنه الخدمات بتؤدي دور مهم جدا في مكافحه الفساد، لان كل ما فصلت بين طالب الخدمه ومقدم الخدمه، كل ما قللت. وحجم الموظفين الكتير ده هيروح فين طيب؟ لا والله حجم الموظفين الكتير، يعني الميكنه عمرها على فكره ما بتقلل عدد الموظفين، هي بتزود العائد اللي انت بتاخده. ما انا دلوقتي وانا بأدي الخدمه، عشان احسن الخدمه ضروري يبقى عندي ناس بتتابع، ضروري يبقى عندي ناس بتاخد رأي المواطنين، ضروري يبقى عندي وسائل لتحديث اللي انا بعمله. كل ده ممكن استغلال كل الموظفين فيه، مش بالضروره ان الميكنه ده هي هتقلل عدد الموظفين. نرجع للانتخابات البرلمانيه القادمه ونتكلم على المرحله اللي اتكلمت عليها حضرتك دلوقتي، كلها مرحله سابقه. تمام. اثناء العمليه الانتخابيه هل انتوا لكم دور فيها؟ بص حضرتك، هو احنا نقدر نقسم الموضوع 3. اتفضل. الجزء الاولاني بينتهي عند صدور قرار دعوه الناخبين اللي هو 8 يناير صدر، اللي هو اعداد وتحديث قاعده البيانات الناخبين، والناس تخش تعرف انا ليا حق التصويت ولا لا. من 8 يناير ببتدي اشوف الجزء الثاني، بناء على اللجان الانتخابيه والمراكز الانتخابيه المتاحه اوزع هؤلاء الناخبين على لجانهم. وبعدين المرحله الثالثه تتم هي مرحله التصويت. دور قاعده بيانات الناخبين ينتهي عند وجود الكشف في داخل اللجنه الساعه 8 صباحا يوم 21 او 22 او 23 مارس في المرحله الاولى، والمواطن بيمضي قدامه. انما دور التواصل مع المواطن مستمر من بدايه العمليه الانتخابيه لنهايتها اللي هي ايه؟ لغايه اعلان النتيجه على البوابه. انا عايز اقول، انا دايما متعمد اقول المواطن مش الناخب، لان الدور اللي بتقوم بيه البوابه مش بس للناخب، لا ده للمتابع. المتابعين سجلوا اسمائهم على البوابه، الصحفيين والاعلاميين سجلوا اسمائهم على البوابه. حاليا المرشحين، اللجنه العليا اثناء فحص المرشحين احيانا بتبقى محتاجه تستعين ببعض المعلومات من قاعده بيانات الناخبين على سبيل المثال، لان المرشح احد شروطه ان هو لازم يكون مقيد بقاعده بيانات الناخبين. لو بصت على المرشح لقيته مش مقيد في قاعده بيانات الناخبين ما ينفعش يبقى مرشح. المرشح احد شروطه ان هو ما يكونش مسجل في اكتر من دايره او في اكتر من قائمه. بنقارن نلاقيه ما سجلش قبل كده. المرشح الشباب من 25 ل 35 بنشوف سنه، لو هو فوق ال 35 يقول له ما ينفعش صفته تبقى شاب. يبقى هنا في تعاون كامل ما بين القرارات والاجراءات القانونيه والمعلومات والبيانات التي توفرها البيئه الفنيه المحيطه، كله باداره واشراف اللجنه العليا للانتخابات. باشمهندس، حضرتك بتتكلم على الكشوف، يمكن يعني تقسيمه الدوائر او قانون مباشره الحقوق السياسيه والانتخابات البرلمانيه القادمه طبقا لدستور 2014 قال ان كل نائب هياخدوا 131,000 صوت تقريبا. 131 ساعات بيقولوا 140 بس هو 131. هو الصح كام يا باشا؟ لا، ما هي جايه من عدد النواب مع عدد الناخبين، فبتطلع رقم متوسط يعني، ما هوش. لا اصل هو رقم يعني هو 100 حاجه و30 فعلا. هو 130. خلينا نتكلم بقى في مساله، طبعا ده استدعى ان الدوائر كمان شكلها يتغير. يعني اللي هو بقى الانتخابات القديمه خاصه، سواء كان معظمها فردي، كانت الدوائر فئات وعمال، القصه دي دوركم هنا ايه في المساله دي؟ هل بتعملوا حصر مثلا؟ يعني مثلا دايره فيها عدد اشخاص 280،
فده نائبين، او دايره كان فيها نائبين ودلوقتي الدايره ديت عدد اشخاصها بقوا 150 فبقى نائب واحد. فالنائب التاني، القصه دي بتتعمل ازاي؟ بتتعالج ازاي؟ هو الحقيقه يعني هو الدور، يعني احنا لو بدانا من الدستور بيقول التمثيل العادل والمتكافئ تمام للناخبين والسكان. تمام. فيبقى هنا الرقمين دول هم اللي بيحددوا ال 131 اللي حضرتك قلت عليهم او ال 132. انا بيبقى دوري ان انا بوفر كل محافظه وكل مركز وكل قسم شرطه في عدد ناخبين قد ايه. بعد كده بيؤخذ القرار. احد العوامل اخذ القرار في تقسيم الدوائر هو ده، مش كل القرار، بس احد العوامل. الجزء الثاني ان نتيجه ان ما بقاش في الشرط بتاع العمال والفلاحين، فبقى ممكن يبقى في دايره بمقعد واحد ودايره بمقعدين ودايره بثلاثه. يعني على سبيل المثال امبابه والعجوزه والدقي كانوا دايره واحده. دلوقتي هم 3 دوائر، امبابه ب3 مقاعد، العجوزه بمقعدين، الدقي بمقعد، بناء على عدد السكان وعدد الناخبين. الدور بتاعنا بينتهي ان انا بقدم المعلومه التي قد تساعد في اتخاذ القرار، انما انا كفني ما باخدش قرار. انما انا عندي اعداد الناخبين متوزعه مراكز واقسام بقدمها لصاحب القرار عشان يعمل تقسيم الدوائر. دور حضراتكم هنا دور مساعد لمتخذ مساعد القرار طبعا. من خلال مجموعه بيانات تعبر مظبوط. عن الواقع الموجود داخل كل دايره. مظبوط يا فندم. ليكوا حاجه تانية بعد، يعني ليكوا دور تاني بعد ظهور النتائج، ولا بتنتهي المساله هنا كده؟ لا، بعد ظهور النتائج بيبقى دورنا انتهى. بس يمكن قبل، احنا دلوقتي بنتكلم مثلا على مرحلتين. يبقى انا لازم اقسم بياناتي على مرحلتين. انا عندي المرحله الاولى هم 237 دايره فردي، المرحله الاولى 119، المرحله الثانيه 117، او العكس 118 119 و118. انا اللي انا بعمله ان انا ببتدي اقسم الدوائر لكل مرحله واجهز بياناتها، لان في ماده برضه في قانون مجلس النواب بتخلي من حق المرشح او القائمه المرشحه ان ياخد وسيط ممغنط او CD عليه بيانات الناخبين. فانا ببتدي اجهز هذه البيانات. يعني انا دايما دوري مساعد، بس هذه المساعده بتاتي وفقا للقوانين واللوائح وقرارات اللجنه واشراف القضاء. يعني عمل اللجنه هنا عمل منضبط بقوانين، طبعا عمل طبعا. مساعد باظهار بيانات لمتخذ القرار. باشمهندس، يعني يمكن هنا دور اللجنه زي ما قلت لحضرتك، او زي ما يعني كلام حضرتك واضح، دور استرشادي، يعني الدور الفني لينا. الفني استرشادي لمتخذ القرار. يعني مساله التوعيه، احنا بنقول مجلس نواب قادم، مجلس نواب هام جدا. مساله توعيه المواطنين، انتوا لكم دور في التوعيه؟ هو الحقيقه يعني هو مش دور مباشر، يعني باشرافنا على الموقع. ما هو جزء من التوعيه ان احنا ننشر القوانين وننشر قرارات اللجنه وننشر البيانات الاعلاميه للجنه وننشر مواعيد الانتخابات وننشر شروط الترشح. كل ده نوع من التوعيه. يعني احنا يمكن الطلب اللي هو من خلال حضرتك برضو بتطلبه ان الناس تخش على الموقع واي معلومه تستقيها من الموقع، لان هذا الموقع هو الموقع الرسمي للجنه العليا للانتخابات. اي حاجه اللجنه العليا للانتخابات عايزه تقولها للمواطن، سواء كان ناخب او مرشح او اعلامي او متابع، بتبث هذه القرارات وهذه البيانات عن طريق الموقع. والموقع زي ما حضرتك اتعرض في مجموعه من اول القوانين. اللي عايز يشوف قوانين اللي بتنظم الانتخابات هيلاقيها، اللي عايز يشوف مواعيد الانتخابات هيلاقيها، اللي عايز يشوف قرارات اللجنه هيلاقيها، اللي عايز يشوف الكشف الطبي بيتم ازاي هيلاقيه. كل هذه البيانات والقرارات اللجنه العليا مشكوره بتتيحها للجميع من خلال الموقع. باشمهندس، خليني كده سؤال يعني جه في بالي كده، ما فيش خطوره ان يعني الموقع ده يعني في بيانات كل المصريين، فئاتهم العمريه، سنهم، ما فيش خطوره في المساله دي؟ هو طبعا فنيا في فاصل ما بين الموقع نفسه والشكل اللي احنا بنشوفه، وفاصل ما بين قاعده بيانات الناخبين. ده يعني ده يندرج تحت الدور الفني بتاعنا. تامين هذه البيانات طبعا ده يندرج تحت الدور الفني تماما. يعني ده في الحسبان يعني. طبعا، لان هو ده جزء بقى هام من عملنا. لان اي حد بيشتغل في المعلومات ضروري جدا جدا يشتغل كمان في تامين المعلومات. فطبعا ده جزء مهم. تامين من ناحيه تامين الاتاحه، ان الدنيا ما تقطعش، ان يبقى عندي لو الكهرباء قطعت في بديل، لو الكوميونيكيشن قطعت او الاتصالات قطعت في بديل. وتامين من ناحيه ان ما حدش يقدر
يعني ياخدها بدون وجه حق يعني. معنا بس شارك بعض المشاهدين معانا. مهندس احمد من القاهره. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، مساء النور. وبنشكر حضرتك وعلى البرنامج الجميل اللي دايما بيغطي كل الاحداث اللايف دايما معانا دايما. ربنا يعزك يا رب. نشكر حضرتك دايما ونشكر حضور الضيف حضرتك الجميل. شكرا. الله الف يخليك. شكر. ممكن حضرتك نسال بس سؤالين كده. دلوقتي كان في من ضمن الشروط بتاعه اللجنه العليا للانتخابات الكشف الطبي. دلوقتي حضرتك الكشف الطبي احنا كنا منتظرين يعني نتائج للكشف الطبي ده، وعلى الاقل بس تظهر لنا مصداقيه سبب الكشف الطبي. طب خليني ارد عليك في الجزئيه دي يا باشمهندس سريعا، وهاخد سؤالك الثاني. تمام. على العموم في حكم محكمه من الاداريه العليا بالغاء الكشف الطبي. تمام. ده جزء القضائي، لكن الجزء برضه هقول لحضرتك كان في اجابه من الدكتور سعد الزمط رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه وادبيات الاتصال او اخلاقيات الاتصال، يعني بيقول فيه ان كل مرشح في دايره اكيد الناس عارفه حالته الذهنيه، عارفه حالته الصحيه، فالمساله هنا كان فيها تزايد شويه. تمام. احنا كنا منتظرين بس حضرتك عايزين نوجد مصداقيه. المصداقيه هنلاقيها فين؟ نتائج بعد الكشف الطبي اقصاء عدد كبير من المرشحين. النتائج جايه عكسيه حقيقيه، خصوصا ان زي ما حضرتك قلت بعض الناس معروفين لدى الاخرين انهم مخدرات ومتعاطين و النهارده حضرتك فوجئنا. طب انت هتنتخبوا؟ يا فندم هتنتخبوا؟ للاسف حضرتك احنا متفقين ان احنا في دوله ما زال حضرتك. اتفضل معاك يا باشمهندس. ما زال حضرتك احنا دوله نسبه الجهل فيها كبيره. ازاي نطلع نسبه الجهل دي من حته ان احنا بنعبيهم في شكاره، سوري يعني انا اسف، وبنركبهم عربيات الميكروباص ونقول الناس دي بنقول لها هتنتخب. بس اسمح لي يا باشمهندس، يعني انا هعترض على كلمه الجهل دي، وهنقول نسبه الاميه الى حد ما كبير. لا، في فرق ما بين الاميه، ولكن الوعي ده مش مشترط بالاميه. الناس عندها وعي دلوقتي. باشمهندس انت حضرتك لما حتى تروح السوق سوري اللي بيبيع طماطم، اللي بيبيع خيار، ممكن يقول لك جمله سياسيه ما يقولهاش خبير استراتيجي او اي حد. برضه حضرتك. طيب خلينا في السؤال الثاني، هنتكلم بعد كده. السؤال الثاني. تمام. حضرتك برضه النهارده الاجراءات حضرتك الاستاذ سمير بيتكلم مع حضرتك الضيف، السريايه والاسطوانه، احنا النهارده يوميا حضرتك بنفاجئ فاضل يومين على الانتخابات تقديم الاوراق يخلص، وما زلنا يوميا عندنا قرارات، كل يوم قرار. ليه ما كانش من البدايه عندنا قرار واضح وصريح في الدوله للمرشحين، تقديم الاوراق، قرار الصحه، الغاء القرار؟ هل احنا الدوله النقيه الجميله اللي احنا العالم كله بيتكلم عننا، هل الاجهزه الاداريه عندنا في مصر ما زالت حتى وقتنا هذا غير قادره على اتخاذ قرار، ويحطونا في شكل غريب جدا نروح نلاقي تشتت؟ طب خليني باشمهندس اخد اجابه المهندس طارق سعد ضيف الكريم مستشار وزير التخطيط والتنميه الاداريه في مساله الناس الاداريين، يعني الشكوى. لا هو الحقيقه بس انا عايز اوضح للباشمهندس احمد ان القوانين موجوده، قانون مجلس النواب موجود وقانون تنظيم البشر، انما المواعيد والاجراءات دي بتحددها اللائحه التنفيذيه وتحددها قرارات اللجنه، لان القانون ما بيقولش ميعاد الانتخابات امتى، اللجنه اللي بتحدد، انما بيقول ان يعني مثلا زي التقدم امتى. المثال بتاع السي دي اللي انا قلته وحضرتك قلته ده ماده 18 في قانون 46 بتاع مجلس النواب بيقولوا، فاذا في حاجات القانون بيحددها، واذا كانت محتاجه تفصيلات قرارات اللجنه واللائحه التنفيذيه اللي بتضعها اللجنه هي اللي بتوضحها، انما مش كله بيتم في لحظتها زي ما حضرتك بتقول. مهندس احمد من القاهره بشكرك. معايا احمد من البحيره. استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ ايهاب؟ اهلا بيك. ازيك؟ بنسلم على ضيفك العزيز. اهلا يا فندم. اتفضل. ونصبح على مصر بحالها، ونصبح على 90 مليون مواطن. صباح الفل. وبنوجه خطاب وبنوجه كلمتين رسمي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اخونا الكبير. اتفضل. بنقول له يا ريس انت قلت هو تغيير ولا تدمير؟ سيادة الرئيس بيقول هو تغيير ولا تدمير؟ انا راجل مواطن مصري، لا بننتمي للاخوان ولا بننتمي للحزب الوطني الجديد. انا مواطن متحير امري. كل الخدمات بتاعتي بتتنهب يا استاذ ايهاب. كل خدماتي
الشخصيه اللي بتعم كل مواطن، حتى بتعم بيت حضرتك في البيت، منهوبه مني. التموين بتاعي منهوب. البنك التنميه بطوف علي وبينصب علي. استاذ احمد معلش، استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد يا استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد استاذ محمد برضه عايز اوضح حاجه للساده المشاهدين. هذه القناه ليست مجال للشك في فلان او لتعليق على علان. نحن اسمعني بس يا استاذ محمد، نحن نعرض مشاكل المواطنين العامه. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ عادل من المنيا. استاذ عادل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بصبح على حضرتك. الله يخليك. وبشكر القناه دي اللي ساعه صدر رحبها لنا احنا كمصريين كعادل مرشح لانتخابات مجلس النواب 2015. لا معلش احنا هنا مش مجال دعايه للانتخابات. استاذ عادل بشكرك استاذ عادل بشكرك شكرا جزيلا. يمكن احنا مش مجال ان احنا اللي عايز يقدم حد يقدم نفسه كمواطن مصري. لما تيجي الانتخابات هيبقى في دور للقناه، هيبقى في دور لقطاع الاخبار من خلال تعريف المواطنين بالمرشحين للانتخابات البرلمانيه القادمه. باشمهندس يعني مساله يعني حتى الكلام الخفي، مساله يعني التوعيه برضو والتعريف بالمرشحين انتوا عندكم داتا للمرشحين طبعا. المفروض احد الضوابط اللي وضعها اللجنه العليا للانتخابات ان يبقى في سيره ذاتيه، كل مرشح يقدم السيره الذاتيه بتاعته. تبقى عندكم على الموقع وتطلع على الموقع. السيره الذاتيه فيها بقى هو مواليد كذا، كل ووظيفته ايه، السيره الذاتيه كأنه راح يقدم على شغل. تمام. كل البيانات ديت بتبقى موجوده. طب هرجع لموضوع الخارج برضو، مساله الانتخابات في الخارج، الكشوفات انتوا اللي بتتولوا برضو مساله الكشوفات وبتقدموها للسفارات في الخارج؟ طبعا بصوره الكترونيه طبعا كله، كل سفاره بتبقى عارفه المواطن اللي جاي لها ده دايرته ايه وبطاقه الانتخاب بتاعته يبقى شكلها ايه. تمام. كمستشار لوزير التخطيط والمتابعه تقول ايه للمواطن المصري مهندس طارق اللي ممكن يبقى ليه استفسار ومش قادر يتوصل لاجابه ليه من خلال الدخول للموقع مثلا؟ يعني الموقع بيتيح ان هو يكتب لي حتى هو عايز ايه ويكتب بياناته واحنا نرجع يعني ممكن التواصل مع اللجنه بصوره شخصيه طبعا من خلال الموقع، وكل ما هو بيتم على الموقع اللجنه ده يعني حق اصيل للجنه ان هي تطلع عليه، وحق اصيل للمواطن انها ترد عليه. طيب تمام. يعني سؤال اخير يعني خاص ب برضه وزاره التخطيط يعني والتنميه الاداريه، يعني مشاكلنا الاداريه يا باشمهندس، يعني هل في خطوات اتخذت من قبل وزاره التخطيط والتنميه الاداريه للتغلب عليها في المرحله القادمه، ولا هننتظر مجلس النواب وما يمكن ان يصدر من تشريعات وقوانين لحل مشكله خطيره جدا؟ هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو التنميه الاداريه اتخذت خطوات كثيره، فانا هقول لحضرتك بس انما تقديم الخدمه نفسها للمواطن ما بيتمش من خلال التنميه الاداريه، بيتم من خلال الوزارات الخدميه المختلفه. يعني على سبيل المثال برضو احنا ساعدنا مع وزاره الصحه والسكان في الموقع او البوابه بتاعه العلاج بتاع فيروس سي. التعاون رائع ما بين وزاره الصحه والسكان معانا، عملنا البوابه. احنا ما بنقدمش الخدمه انما احنا بنيسر تقديم الخدمه. يعني وجود هذه البوابه اتاحت لوزاره الصحه والسكان مين اللي جاي لها عشان العقار السفلي. يبقى اذا هو تعاون كامل، احنا بنقدم الادوات والوزارات الخدميه والجهات المعنيه بتستفيد بهذه الادوات بمساعدتنا وبتعاوننا وباشرافنا، واللي اهم بتعاونهم، لان الحقيقه يعني المثال اللي انا ذكرته لحضرتك ما كانش هيتم بدون تعاون اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، وزاره الصحه والسكان وكل الجهات المعنيه. فهي منظومه متكامله، احنا لينا دور فيها ان احنا نقدم الادوات ونقدم الدعم، وبقيه الوزارات ليها دور انها تستفيد تتخذ القرار وتتخذ القرارات على اعتبار ان هي يعني المعنيه بتنفيذه. معايا اخر اتصال تليفوني استاذ عبد الله من المنوفيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا، وبمسي على حضرتك والضيف اللي معاك. الله يخليك. اتفضل. بالنسبه ليا بحيي الضربه الجويه اللي قامت بها القوات المسلحه
وهنيه جدا جدا لان ديت كانت في الوقت المناسب والتوقيت المناسب. الحمد لله. الحمد لله. الحاجه وتحيا مصر الاول. الحاجه الثانيه حضرتك في حاجه ايجابيه، انا طبعا من منوف، حاجه ايجابيه احب اشيد بيها رئيس مجلس مدينه منوف حاليا اللي جاي بقى له 10 ايام في مدينه منوف، حاجه ايجابيه عمرنا ما شفناها. الراجل ده انا ما اعرفوش شخصيا، بس انا شايف الحاجات الجميله اللي بيعملها، اللي بينزل الموظفين كلها في الشارع، الناس كلها قايمه بدورها واجب على اكمل واجب، وديت حاجه كنا مفتقدينها من زمان من زمان من زمان. استاذ عبد الله خليني اسالك سؤال سريعا، اسالك سؤال سريع. يمكن كل مسؤول في موقعه المفروض يبقى ايجابي ما يبقاش سلبي، فده شيء كويس انك انت كمواطن حاسس ان في مسؤول ايجابي في مكان. انت ممكن تساعده بايه كمواطن يا استاذ عبد الله؟ نعم. انت ممكن كمواطن تساعد المسؤول اللي انت شايفه ايجابي ده ازاي؟ يا فندم انا المفروض الحاجه الايجابيه اعرضها على قدام الناس كلها على اساس ان يحس ان في ناس وراه. من خلال هذا، من خلال الحاجات ديت هو بيقوم بساعات اكتر واكتر، وبيحفز اللي وراه من اللي تحته، اي مسؤول تحت منه او اي موظف تحت منه، ان لازم يقوم بالواجب. ودي ترجع للقياده الاكبر منه، ان هو الراجل الكبير لما بيشتغل المسؤول اللي تحت منه لازم يشتغل اكتر منه. هو ده المفروض. تمام. من خلالي انا، من خلال اي مشاهد، المفروض الحاجه الايجابيه يظهرها ويحييه بيها. والله العظيم ما اعرفه، والله ما اعرفه. ماشي استاذ عبد الله من المنوفيه، بشكرك شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير المهندس طارق سعد، مستشار وزير التخطيط والتنميه الاداريه وعضو بالامانه العامه للجنه العليا للانتخابات، ضيفا كريما في مصر على الهواء. بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفك اثناء الانتخابات وبعد اظهار النتائج. بشكرك باشمهندس. اعزائي المشاهدين، فقره هامه جدا، فقره هامه جدا مع ضيف كبير الدكتور سيد فليفل، استاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعه القاهره، تاريخ الجماعات الارهابيه الداعشيه في ليبيا، وهذا الارهاب وهذا الاجرام الذي نراه في معظم دولنا الاسلاميه للاسف. بعد الفاصل في صوت الجماهير، فابقوا معنا. اشكرك يا فندم.